السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم يا أجمل مشاهدين في الدنيا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد مختلف تماما عن كل الفيديوهات. هنعمل مع بعض المكرونة، طريقة المكرونة البشاميل، وهنعمل الكنافة البورمة، وهنخرج مع بعض نشوف أجمل مناظر في اسكندرية إن شاء الله. يا رب تعجبكم. وده هيبقى أول فلوج ليا على القناة. المكرونة هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة إن شاء الله كل المبتدئين يقدروا يعملوها. وعملت جنبيها كمان شيبسي. هبقى اسيب لكم الرابط بتاع الشيبسي في صندوق الوصف. انا كنت عملته قبل كده على القناة. وهنعمل مع بعض ان شاء الله طريقة الكنافة البورمة. انا كان عندي كنافة من رمضان، طلعتها من الفريزر. هنعملها مع بعض ان شاء الله، وهقول لكم برضو على طريقة الشربات عشان ما يسكرش معاكم. هقول لكم على كام تريكايه كده فيه يطلع مظبوط معاكم ان شاء الله. تابعوني بقى لغايه اخر الفيديو، ويا رب الفلوج يعجبكم وتستمتعوا بالمناظر الجميله. ويلا بينا حبايبي، على بركه الله نبدا الفيديو. هنبدا بقى بسم الله. هنجهز الخضار مع بعض. هنقطع الفلفل كده الاول مكعبات صغيره جدا زي ما انتم شايفين. انا كان عندي فلفل الوان، فهو بيدي شكل حلو كده مع اللحمه، وطعمه كمان بيبقى اجمل. فلو مش متوفر عندك ممكن تستعملي فلفل رومي بس. يعني انا كنت بعمل فلفل رومي، بس انا لقيت عندي الفلفل الالوان فقلت اعمل بيه. كمان انا بحب احط طماطمايه يعني كده، ببشرها في الاخر واحطها على اللحمه. بتدي لون للحمه كده وردي وجميل، بدل ما تبقى اللحمه بعد كده بتنشف وبتبقى شكلها مش حلو. يعني الطماطمايه بتديها شكل حلو وطعم كمان. بس طبعا الفلفل الاحمر الرومي هيحل محل الطماطم، وبرضه هيديها شكل حلو. هبدأ بقى اعمل البصل، اقطعه برضه مربعات صغيرة جدا. بصي ما تحيريش نفسك، لو البصل طلع كبير كده هاتي المخرطة وفروميه كده، هيطلع معاكي مفروم ناعم خالص زي ما احنا عايزين. والثوم برضو ممكن تعمليه بنفس الطريقة. لو انت عايزاه ناعم جدا زي الكبة كده، تعمليه بنفس الطريقة دي كده بالمخرطة. ولا تحيري نفسك ولا حاجة. اهو بصوا كده بقى ناعم خالص ازاي. اهو بصوا انا عايزاه كده بالشكل ده. هنا بقى حاطه ميه المكرونه على النار. اول ما تغلي كده هحط فيها معلقه ملح واقلبها كويس، وبعدين هضيف المكرونه. اهو هسيبها بقى تغلي. هديها 3/4 سوا، يعني مش هسويها قوي.
عشان هتكمل بقى سواها في الفرن. هنبدأ بقى هنا، هحط طاسة كده على النار، وهحط فيها شوية زيت ومعلقة سمنة صغيرة. هنزل بقى كده بالبصل المفروم، هشوح بقى البصل شوية صغيرين كده على النار، ويدوبك يدبل بس. وهنزل بقى بالفلفل بتاعي، قلبي بقى كويس. بعد كده هضيف اللحمة على طول. هفضل اقلب بقى فيها كده لغايه ما تاخد لون، يعني لونها يتغير. وبعد كده ابدا احط بقى فيها الملح والفلفل والبهارات. بس انا مش هحط الملح دلوقتي غير لما تاخد لون معايا الاول. بصوا كده، هي خلاص اهي دخلت في السوا ولونها اتغير. هبدا بقى احط معايا الملح والفلفل، وهحط شويه بهارات صغيرين. انا كده حطيت الملح، احط بقى فلفل. وهحط كمان معلقة صغيرة من بهارات، اي بهارات عندك، بهارات لحمة، 7 بهارات، اي بهارات تحطيها هتدي طعم حلو مع اللحم. هسيبها بقى لغاية ما ميتها تجف خالص تماما، وهبدأ اطفي عليها. انا حطيت كمان شوية ملح، دقتها لقيتها محتاجة ملح، فزودت كمان شوية ملح عليها عشان يبقى ملحها مظبوط. وهقلبها بقى كده شوية واسيبها بقى لغاية ما تستوي، وبعد كده هنطفي عليها وننزلها. بصوا لسه فيها مية، لما المية دي تنشف خالص يبقى كده خلاص هتطفي عليها بقى وتنزليها على طول. تمام كده حبايبي. هخلص بقى اللحمة كده وانزلها، وبعدين هنبدأ بقى ان شاء الله في البشاميل. انا معايا الحلة اللي هعمل فيها اهو، هحط فيها معلقتين سمنة. هحط سمنة كتير عشان البشاميل اللي بيحتاج سمنة كتير. حطي معلقتين كبار سمنة، وهتحطي كمان شوية زيت صغيرين.
اول ما السمنه تسيح معايا كده هروح نازله بقى بشويه زيت. بعد كده هجيب كوبايه دقيق، هقلب بقى تقليب مستمر كده بالمضرب اليدوي، وطبعا النار هاديه جدا، خفض النار على اقل حاجه، وهسيب بقى الدقيق كده لغايه ما يعني ما انا مش عايزاه ياخد لون، بس يعني يستوي شويه كده مع السمنه. وبعد كده هضيف اللبن، انا محضره اللبن مغلي، وحاطه عليه شويه ملح وشويه فلفل. اهو هقلبه بقى كويس كده، ادوب الملح كويس في اللبن، وبعد كده هنفضي بقى شويه شويه بالتدريج ومع التقليب المستمر عشان يطلع معاكي مظبوط ما يكلكعش. لازم نقلب كده تقليب مستمر وبسرعه، واللبن هنضيفه بالتدريج زي ما انت شايفه كده. لو انتي مش عايزه البشاميل يعني يقعد فتره طويله معاكي على النار، خلي اللبن مغلي. كل ما اللبن يبقى مغلي كل ما البشاميل يستوي بسرعه، يعني ما ياخدش وقت طويل على النار. هتفضلي بقى تقلبي كده لغايه ما يتماسك ويديكي القوام اللي انتي عايزاه. اهو حبايبي بصوا كده، اهو بدأ يعني يغلي واعطاني القوام اللي انا محتاجاه، قوام متماسك. كده خلاص، هنطفي بقى عليه وهركنه بقى على جنب لغايه ما يبرد. يبقى احنا كده جهزنا العصاج وجهزنا البشاميل. هنعمل بقى بيضتين، هنكسر بيضتين في طبق كده ونحط عليهم شوية ملح وشوية فلفل ونقلبهم كويس بالشوكة، واقول لكم بقى هنعمل ايه دلوقتي بيهم. شوية ملح صغيرين وشوية فلفل. خلاص كده حبايبي، انا هاخد بقى البشاميل، هنضيف عليه البيض اللي انا عملته ده، واخلي شوية صغيرين بس عشان احطهم على وش الصينية من فوق. هقلبه بقى كويس كده مع البشاميل. احضر بقى الصينية بتاعتي وهدهنها سمنة. هدهنها كويس كده من جميع الجوانب. خلاص كده حبايبي، هنزل بقى بالمكرونة. هنحط نص الكمية من تحت، وبعدين نحط العصاج، وبعدين هنحط النص الباقي من فوق. طبعا حسب الصينية ما تاخد. انا عاملة كمية كبيرة عشان هعمل صواني كمان جنبيها، هعمل صينيتين صغيرين كده جنبيها، هبقى اوريهم لكم كده في الاخر.
انا عامله يا حبايبي كيلو ونص مكرونه. هنشوف بقى هياخد الصينيه دي، وهنعمل كمان صينيتين اللي هما الطبقين اللي هما الفوم دول، اللي هما الطبقين الالومنيوم اللي هما بيتباعوا بره دول جاهزين. يعني كيلو ونص مكرونه عمل لي الصينيه دي اللي انتوا شايفينها، وهيعمل لي الطبقين دول. فهبدأ بقى احط العصاج كده في النص، هوزعه بقى كده على الصينيه كلها. بعد كده هبدأ بقى انزل النص التاني، وهساوي بقى كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل بقى بالبشاميل، هغطي بقى كل السطح كده زي ما انتوا شايفين، وهوزع بقى بالسباتشولا. هغطي بقى السطح كله زي ما انت شايفة كده. انا كده حبايبي مولعه الفرن على درجه حراره 200. على الرف اللي في النص هتسيبيها بقى لغايه ما وشها يحمر خالص، وبعدين تطلع وهنشوفها مع بعض ان شاء الله لما تطلع من الفرن. هنا بقى البيضه اللي احنا خليناها في الاخر هنحطها بقى من على الوش كده، وهوزعها بقى بالفرشه زي ما انت شايفه. ودول الطبقين اللي قلت لكم عليهم اللي انا عملتهم في الاخر. يبقى كده الكيلو ونص مكرونه عمل لي البايركس اللي انتوا شفتوه والطبقين دول. تمام كده حبايبي. يبقى الكميه عملت صينيه وعملت طبقين اللي انتوا شايفينهم. وده شكلها حبايبي بعد ما طلعت من الفرن. آه خليتها في الفرن لغايه ما وشها احمر كده زي ما انتوا شايفين. ممكن تقعد ساعه او ساعه وربع حسب الفرن بتاعك. وعملت جنبها الشيبسي. انا هسيب لكم الرابط بتاع الشيبسي في صندوق الوصف. انا كنت عملته قبل كده في القناه. ودلوقتي حبايبي هنبدأ في الوصفة التانية، كنافة البورمة. هنشوفها مع بعض هنعملها ازاي، خليكي معايا في الفيديو خطوة بخطوة، ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنبدأ بقى هنا حبايبي بالشربات. مقادير الشربات هتبقى 4 كوبايات سكر، عليهم كوباية واحدة بس من المية. هنولع عليهم النار، نحط 4 كوبايات من السكر وعليهم كوباية واحدة بس مية، عشان انا عايزاه شربات تقيل. انا مش عايزاه خفيف، عايزة الشربات يبقى تقيل، مش عايزة فيه نسبة مية كتير، فلازم يبقى تقيل معايا. خلاص يا حبايبي تمام. ده المج اللي انا حطيت منه، المج العادي بتاع الشاي، مج الشاي العادي. هسيب بقى الشربات على النار. اول ما يغلي هنضيف الليمون. هكون محضره نص ليمونه، هعصرها بقى طبعا عليه بعد ما يغلي كده زي ما انتم شايفين.
هي ليمونة صغيرة معايا فانا عصرتها كلها، لو ليمونة كبيرة هتحطي نص ليمونة. بصي بقى عشان الشربات ما يسكرش معاكي، لازم تشيلي الريم، لو في ريم كده زي ما انت شايفة كده على الوش ده تشيليه. تمام. وفي حاجة كمان، لما يكون في على الحروف كده سكر، انت طبعا ما تحطيش المعلقة فيه الا لما يبدأ يغلي، ما ينفعش تقلبيه خالص الا بعد الغليان. لو قلبتيه وهو لسه مغلاش بيسكر معاكي. فعشان يطلع معاكي مظبوط ما يسكرش، هتشيلي الريم كده وما تقلبهوش الا بعد ما يغلي. ودايما تجيبي فرشة مبلولة كده تبليها بشوية مية وتروحي مسحة بقى ايه من على الطروف كده، عشان برضو السكر اللي بيتراكم كده على الجناب ده هو اللي بيخلي الشربات ما يطلعش كويس وبيسكر معاكي. خلاص انا هسيب بقى الشربات كده يغلي لمدة 7 دقايق بالظبط، وبعد كده هطفي عليه. انا هنا بضيف معلقتين عسل نحل، او لو عندك عسل جلوكوز هتضيفي معلقتين عسل جلوكوز. تمام. انا هسيب بقى الشربات كده لغايه لمده 7 دقايق بالظبط، وبعد كده هطفي عليه. قبل ما تطفي عليه بتحطي شويه فانيليا، رشه فانيليا كده، وتطفي عليه على طول. تمام كده حبايبي، كده الشربات يبقى جاهز معانا. هنا هنبدا بقى نعمل الكنافه. انا طلعت الكنافه كده من الفريزر زي ما انتم شايفين، هي بالكيس بتاعها اهو. هكسرها كده بايديا لغايه ما تبقى عامله زي الشعريه بالظبط. لو عندك كبة ممكن تضربيها في الكبة بسرعة، بس هي طالعة من الفريزر بتبقى مجمدة، فبتتكسر معاكي بكل سهولة، يعني مش هتاخد معاكي وقت خالص. بس اول ما تطلعيها من الفريزر تكسريها على طول، ما تسيبهاش تقعد شوية عشان ما تطراش. بصوا انا هنا كسرتها كلها اهو زي ما انتم شايفين. هاخدها بقى على البوتاجاز، مش هعملها في الفرن، هعملها على البوتاجاز من فوق. حط معلقتين سمنة كده في الطاسة، وهنزل بنص الكمية عشان كمية كبيرة مش هتحمر معايا كويس، فقسمتها نصين. حمر نصها وبعدين حمر النص التاني. ماشي يا حبايبي، النار بتبقى هادية جدا، هتهديها على الاخر وهنحمرها كده زي ما انت شايفة، زي ما بتحمري الشعرية، عشان تاخد لون ذهبي جميل، ما تكونش محروقة وما تكونش النار عالية عليها. هفضل بقى اقلب فيها كده لغاية ما تاخد معايا لون. هي كده بدأت لونها يتغير، بس مش هو ده برضو اللون اللي انا عايزاه. انا هغمقها خالص لغايه ما تديكي لون ذهبي كده، برضو هيبقى هنغمقها شويه عن كده. بصوا كده اللون ده، ده كده كويس، هو ده كده اللون اللي انا عايزاه. وبصوا النار هاديه جدا ازاي. هي معلش هتاخد وقت معاكي شويه، بس هي كده لازم تعمليها على نار هاديه عشان تديكي اللون اللي انت عايزاه ده وما تتحرقش. بصوا حبايبي لونها هو كده خلاص، هو ده اللون اللي عايزاه. هبدأ بقى اجهز السوداني. هنحط عليه حوالي معلقتين من الشربات او 3 واقلبهم كويس. الشربات هيخلي السوداني متماسك وما يتفرفتش وانتي بتلفيها وما يقعش منك. الكنافة كمان هبدأ احط عليها الشربات، هنحط بقى بقية الشربات كله. اضيف الشربات كده واقلب واشوفها بقى هتحتاج تاني ولا لا.
هتفضلي تحطي كده في الشربات لغاية ما تتكون معاكي زي عجينة كده عشان تعرفي تشكليها وما تتفرفتش. بصوا هي كده لسه محتاجة شربات تاني، هضيف بقى بقية الشربات. هي كده خدت كمية الشربات كلها ما عدا المعلقتين اللي انا خدتهم للسوداني. خلاص يا حبايبي، هخلط بقى كده العسل كويس قوي مع الشربات، هخلطه كويس قوي مع الكنافة لغاية ما كلها تتشرب بالشربات. وبعد كده هاخدها بقى نفردها ونحط عليها السوداني. انا هجيب بقى ورقة زبدة هفردها كده على الرخامة زي ما انتم شايفين. هاخد بقى جزء من الكنافة كده وافردها على ورقة الزبدة. على فكرة حبايبي، النص كيلو الكنافة ده عمل لي حوالي 4 رولات، رول يعني زي ما انتوا تشوفوه كده، عمل حوالي 4 يعني، وعمل كمية كبيرة جدا من الكنافة بعد ما قطعتها، يعني عمل كمية كبيرة. هتشوفوها دلوقتي في اخر الفيديو. فانا هبدأ بقى كده افرد الكنافة زي ما انتم شايفين. احط بقى كيس تلاجة كده هفتحه واستعمله وبالنشابة وهضغط عليها بالراحة. هتبدأي بقى تساوي كده، انا عايزة شكل مستطيل عشان اقدر احط فيه السوداني واقدر الف. لو عندك اي زيادة بقى كده زي ما انت شايفة هتقطعيها وتكمليها في مكان تاني. المهم تعملي شكل مستطيل يكون متساوي من الاربع جوانب عشان يبقى الشكل يطلع مظبوط ويطلع كويس معانا. تبدأي بقى تحطي كده السوداني او اي حشو عندك، ممكن بندق، ممكن فستق، اي مكسرات عندك متوفرة هتستعمليه. انا كان عندي السوداني ده من رمضان فقلت استعمله برضو في الوصفة دي، يعني اي حشو مكسرات بيبقى حلو معاه. هبدأ بقى الف كده.
تلفي وتضغطي، تلفي وتضغطي. بصوا يا حبايبي، انا هنا عملت الرول التاني بالاسترتش. الاسترتش طلع في الاخر، بعد ما طلعت من الفريزر طلع سهل في الفك بتاعه، في الفك ما بيلزقش في الكنافه زي الورق الزبده. ورق الزبده لزق في الكنافه وما كانش كويس. فالاحسن لو انتي تعملي بالاسترتش ده، او لو عندك كيس تلاجة كبير تفتحيه وتعملي بيه، ده هيبقى اسهل لك. في الاخر لما تيجي تطلعي الكنافه من الفريزر هيتفك معاكي بكل سهوله. لكن ورق الزبده لزق في الكنافه، هتشوفوه كده في اخر الفيديو هوريهولكم. واتبقى كمان منها، ودي كانت وصفتي ليكم النهارده، البطه المحشيه وورق العنب. هننتقل بقى للفيديو اللي بعد كده ان شاء الله. هنعمل مع بعض الكنافه البورمه، وبعد الكنافه هنخرج بقى مع بعض نشوف اجمل مناظر في اسكندريه. يا رب تعجبكم ان شاء الله، وبتمنى لكم مشاهده ممتعه. خلاص كده حبايبي، هنا بعد ما طلع من الفريزر، هو كده قعد ليلة كاملة في الفريزر. ده كده تاني يوم يعني الصبح بفكه اهو قدامكم وبعمله. بصوا ده ورق الاسترتش اللي انا بفكه. هو طلع معايا بسهولة يعني، لكن ورق الزبدة كان صعب شوية معايا وانا بطلعه. فعشان كده قلت لكم في الفيديو لما تيجي تستعملوا الورق الاسترتش او كيس تلاجة، تفتحوه وتعملوا عليه احسن من ورق الزبدة. هبدأ بقى اقطع كده الكنافة على شكل دواير او على شكل بيضاوي زي ما انت عايزة. بصوا كده القطع، زي ما انتم شايفينها كده انا عملتها مدورة. لو انتوا عايزينها تعملوا شكل بيضاوي ممكن تعملوها، يعني تعملوها بميل كده تطلع معاكم على شكل بيضاوي. بس انا حبيت اعملها كده مدورة، يعني شكلها حلو والسوداني باين في النص كده شكله جميل. وبسم الله ما شاء الله، النص كيلو عمل كمية كبيرة جدا من الكنافة. يعني شوفوا بقى لو انتوا اشتريتوها من بره الكمية دي كلها هتبقى بكام. انت كده هتوفري طبعا كتير في البيت، وهتعمليها في بيتك انضف واحلى. كفاية ان انت عاملاها بايديكي، تقدميها لضيوفك وتقدميها لولادك. بالهنا والشفا على اللي يجربها. وده كمان الرول التاني قطعته اهو زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلت لكم هي عملت معايا كمية كبيرة ما شاء الله. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك فضلا وليس امرا.
ولو انتم مش مشتركين في قناتي يا ريت تشرفوني بالاشتراك فيها. ده شيء يسعدني طبعا ويشرفني بوجودكم معايا في القناة. ولو عجبتكم الفيديوهات يا ريت تعملوا لايك فضلا وليس امرا. والفيديو اللي بعد كده هيبقى مفاجأة ليكم، مش هقولكوا عليه دلوقتي، هتعرفوه دلوقتي حالا هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا نشوف الفيديو اللي بعد كده. هلا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البطة اللي انتوا شايفينها دي. هنعملها بكل تفاصيلها، خليكي معايا تابعيني لاخر الفيديو. هنعملها محشية ورق عنب وهنعمل جنبيها رقاق، ودي كانت اول عزومة لينا في رمضان. ويلا بينا نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى بالبصل كده، نفرم البصل زي ما انتم شايفين اهو في الكبة. عملت كام بصلاية كده حلوين، حطيتهم في الكبة وهبشرهم عشان دي هعمل بيها الخلطة بتاعة المحشي. والطماطم كمان اهي ضربتها في الخلاط. اخدها بقى على النار كده، هحط شوية زيت ومعلقة سمنة. انا عملت قبل كده معاكم المحشي بالخلطة النية، هسيب له كل الرابط بتاعها في صندوق الوصف. دلوقتي بقى هنعملها بالخلطة المسبكة. هي زي ما انتم شايفين كده، عشان كده يبقى انا عملت لكم الوصفتين. هنعمل النهارده بالخلطة المسبكة. هشوح بقى البصل كده زي ما انتم شايفين اهو لغاية ما يصفر لونه ويدبل. اهو حبايبي بصوا دبل معايا شوية كده. هحط كمان، حاطة المية بتاعة البطة على النار اهي. جبت اكبر حلة عندي وحطيت فيها مية زي ما انتم شايفين. هسيبها بقى تغلي وبعدين هنحط فيها البهارات بتاعة البطة وهقول لكم ايه هي. هنشوف كل حاجة دلوقتي مع بعض. هنشوف بس البصل الاول. خلاص كده خد تشويحة حلوة معايا ودبل شوية. هنضيف بقى الطماطم. الطماطم دي مش ضايفه لها ميه حبايبي. هي طماطم بس كده في الخلاط ضربها بدون ميه. هسيبها بقى على النار كده تتسبك. احط بس معلقه ملح ومعلقه سكر او نص معلقه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم. وهسيبها بقى تتسبك ومش هحط البهارات دلوقتي خالص. البهارات هحطها في الاخر اهو زي ما انتم شايفين قدامكم كده. هغطيها بقى وهسيبها تتسبك على مهلها. هوطي عليها النار. هشوف الميه بقى، لسه الميه ما غلتش. هسيب الميه لما تغلي بقى خالص. اهي كده الميه بتغلي. هشوف بقى نحط فيها ايه التوابل بتاعتنا. انا معايا بصلايه متقطعه اهي وطماطمايه. هحطها كده في الميه اللي بتغلي وهروح بقى اشوف البهارات بتاعتنا ايه. وشويه جزر متقطعين. معايا بقى البهارات بتاعتي عود قرنفل، عود قرفة، ومعايا حبهان، وده روزميري، وورق لورا، وفلفل اسمر حصى. ومعايا كمان عودين قرنفل زي ما انتم شايفين كده. ومستكة، فصين مستكة او 3 فصوص كده صغيرين هضيفهم كمان مع البهارات. واحط بقى التوابل بتاعتي دي كلها في الشوربة او في المية.
هحط كمان معلقة ملح. هقلبها بقى كويس كده واسيبها تاخد غلوة على النار، واكون انا حضرت البطة بتاعتي. طبعا البطة انا غسلتها كويس قوي ونقعتها في مية بدقيق، هي كده منقوعة في مية بدقيق. هاخدها بقى اشطفها واصفيها كويس من المية بتاعتها. اهي كده شطفتها اهي وحطيتها في المصفى. هاخدها بقى على الشوربة على طول. اهو هنزلها بقى كده بسم الله. هي ما شاء الله البطة كبيرة، 3 كيلو، وانا جبت اكبر حلة عندي بصراحة ومش مكفية بس الحمد لله يعني هحاول انزلها كلها اغمرها في المية كده عشان تستوي كويس. انا هسويها نص سوا، مش هسويها سوا كامل، عشان هتستوي بقية السوا بتاعها في الفرن. هغطيها بقى واسيبها، هي كده بقى لها حوالي ساعة الا ربع كده في الفرن. ده شكلها اهو. بصوا انا سبتها ساعة ونص، انت احسبي الوقت بتاعها. لو هي بتاخد معاكي مثلا 3 ساعات في الوقت السوا العادي بتاعها، هتسيبيها ساعة ونص. لو بتاخد ساعتين سيبيها ساعة الا ربع او ساعة وربع، يعني على حسب انت احسبي الوقت بقى. انا سبتها ساعة ونص في الشوربة، عشان ما تتهراش بس مني، يعتبر نص سوا كده. طلعتها بقى على طول. دلوقتي بقى هعمل الخلطة بتاعة المحشي. الطماطم اتسبكت معايا اهي. اخد بقى الرز بتاعي كده افضيه في حاجة واسعة. وهضيف عليه الخضرة. طبعا دي خضرة محشي، كزبرة وبقدونس وشبت. غسلتهم كويس وخرطتهم، ضفتهم على الرز اهو زي ما انتم شايفين. ودي فصين توم بقرن فلفل اخضر وملح وفلفل اسمر، دقيتهم مع بعض وحطيتهم كده نيين على الرز بتاعي. دلوقتي بقى هضيف الصلصة اهي اللي اتسبكت معايا. هقلب بقى كده كويس. بصوا انا دايما بضيف لها كمان معلقتين صلصة، بس انا شايفة ان لونها حلو كده مش محتاجة صلصة. هضيف بقى الملح بتاعها والبهارات واقلبها كويس. دي معلقة بهارات صغيرة كده. دي بهارات مشكلة، يعني 7 بهارات انا عاملاهم في البيت. هضيف منها معلقة صغيرة كده على الخلطة. ومعلقة فلفل اسمر. خلاص كده بقى انا هاخد جزء منها في طبق. طبعا مش هعمل في الرز كله. هاخد جزء صغير كده في طبق، ولما يخلص هاخد غيره اهو زي ما انتم شايفين كده. وورق العنب طبعا سلقاه وفردته كده ورصيته زي ما انتم شايفين عشان يبقى سهل معايا. وحطيت جزر في قعر الحلة كده وهبدأ بقى احشي. اهو كده بسم الله. هاخد بقى شوية رز كده والف الجناب من بتوع الورقة كده، والفها كده زي ما انتم شايفين. بصوا على الناحية الخشنة كده، لو الورقة كبيرة معاكي هتقسميها نصين، عشان انا ما بحبش اعمله يبقى الصباع كبير قوي يعني.
هلف بقى كده اهو، واجيب الجنب ده كده والجنب ده كده، والف واضغط كده بايدي عليها عشان ايه تطلع مظبوطه معايا، ما تتفكش معايا بقى وهي بتستوي. اهو بصوا شكلها. هلف بقى ورق العنب كله كده بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين. لو الورقه كبيره معاكي بتمشي كده مع الخط اللي في النص وتقطعيها، هتتقطع معاكي بكل سهوله. لو انت عايزه تلفيه برضو على البلانشة، ممكن تلفيه على البلانشة، بس انا بحب الفه كده على ايدي. هو كده او كده يعني، في الطريقتين سهلين. انتي بقى الطريقة اللي تريحك تعمليها. انا كده خلصت الحلة كلها اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اعصر عليها نص ليمونة كده، وهقطع كام شريحة ليمون كده احطهم على وش الحلة كده زي ما انتوا شايفين اهو، بالشكل ده كده. هاخدها بقى على النار. البطة معايا اهي استوت اهي خلاص، قربت هطلعها خلاص. هحط بقى شوية شوربة عليه على ورق العنب. طبعا انا مش هاملة الحلة كلها شوربة، هحط 3/4 كده، والربع التاني مش هيبقى فيه شوربة يعني، هيبقى الصف الاخراني كده باين من فوق. اهو بصوا كده الشوربة باينة من تحت ازاي اهي. خلاص كده هولع بقى عليه النار واسيبه بقى يغلي ويستوي عادي السوا العادي بتاعنا. بس انا هسويه 3/4 سوا، مش هسويه كله يعني. اول ما لازم احط عليه طبق كده من فوق اهو زي ما انتم شايفين كده عشان الورق ما يتفتحش، وهغطيه بقى واسيبه يستوي معايا 3/4 سوا. ودي البطة طلعتها اهي، ودي الشوربة بتاعتها. بصوا بسم الله ما شاء الله يعني. شوربة البط دي كنز كده في بيتكم. تعملي منها حاجات كتيرة بصراحة، بتخلي طعم الأكل روعة. خصوصا الرز، لو بتعملي رز بالشعرية كده وتحطي كبشة كده منها على الرز، بتخليه طعمه في منتهى الجمال. بعد كده هبدأ بقى أعمل بقية المحشي. أنا كنت جايبة كوسة وبتنجان وفلفل. هبدأ بقى أعملهم على بال ما ورق العنب يستوي. بصوا هقور كده الكوسة زي ما انتم شايفين كده اهو، مش برققها قوي طبعا، يعني بتبقى معقولة كده عشان ما تتهراش منك وانتي بتسويها. والبتنجان كمان طبعا، الحشو بتاع الكوسة والبتنجان ده ما بيترماش. انا كنت عامله لكم بيه فيديو قبل كده اسمه اوعي ترمي حشو الكوسة والبتنجان. هكتب لكم برضو الرابط بتاعه، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تبقوا تشوفوه. عملت بيه وصفة جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. عشان ما ترميش اي حاجة تطلع منك من الحشو بتاع الكوسة والبتنجان.
والفلفل بصوا انا بعمله بطريقتين. دي كده اول طريقة، ان انتي بتسيبي الغطا بتاعه، مش بتطلعيه كله اهو كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الغطا بتاعه لازق فيه. دي كده طريقة. وفي طريقة تانية ان انتي بتقوريه من فوق، هوريها لك برضو. بصوا كده برضو بيبقى شكله حلو زي ما هو كده. الطريقة التانية بقى ان انتي بتقوريه كده من النص، بتشيلي بقى بتشيلي البذرة بتاعته دي خالص اهو، كأنك بتقوريه اهو. بصي بيبقى بالشكل ده كده اهو. دي طريقة سهلة برضو للمبتدئين، اه اللي لسه اول سنة زواج بقى. البنات الصغيرين يعملوها كده بالطريقة دي، سهلة ليهم. او يجربوا بقى الطريقة اللي هي بالغطا بتاعها دي، بتبقى جميلة برضو في الشكل. الطريقتين حلوين والطريقتين سهلين، اللي يريحك انتي بقى تعمليه. هبدأ بقى احشي. بصوا الحشو هيبقى 3/4 الفلفلاية كده، طبعا ما تتملاش للاخر. بتعملي حساب الرز بيزيد في السوا. اهو كده 3/4 بس في الحشو. وكذلك الكوسة والبتنجان برضو مش بتمليها للاخر. هكمل بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة. خلاص كده خلصت الكمية كلها ورصيتها اهي في صينية زي ما انتم شايفين. هروح بقى على البوتاجاز اشوف ورق العنب. بصوا كده اتشرب، هوطي بقى عليه. هوطي عليه بقى شوية وهسيبه كده 5 دقايق ولا حاجة، وبعد كده هطفي عليه. هاخد برضو شوربة احط على محشي الكوسة كده زي ما انتم شايفين اهو. بس مش هكتر بقى، مش هاخد كتير عشان الكوسة بتنزل مية كتير، فهي مش بتحتاج شوربة كتير. يعني كبشتين كده بس صغيرين او 3 وخلاص كده. هسيبها بقى تستوي على النار. هعلي طبعا عليها النار في الاول، وبعد كده اول ما تشرب هوطي النار واسيبها بقى تستوي على مهلها.
عندي البطة بردت شوية اهي، وورق العنب هاخده هفضيه كده منه شوية في حاجة. هي مش هتاخد طبعا الحلة كلها، هفضي كده شوية على قد ما تاخد، والباقي بقى هحطه تاني على النار اسويه بقى بقية السوا بتاعه. هبدأ بقى بسم الله، هاخد بقى البطاية كده وهبدأ بقى احشي الورق العنب. هو كده مستوي 3/4 سوا، هكمل بقى سواه في الفرن مع البطة. هي هتاخد كمية حلوة كده برضو من ورق العنب، لان هي بتبقى غويطة من جوه، بتاخد ورق عنب ياما يعني. احاول بقى كده ارصه كده واخليه يدخل لاخر البطة كده عشان ياخد كمية كبيرة. اهو هرص بقى الكمية كلها. طبعا انا مولعة الفرن يعني على درجة حرارة 200. هتقعد حوالي ساعة في الفرن كمان تكمل السوا بتاعها، وورق العنب بيكمل سواه، وهنشوفها مع بعض بقى لما تطلع من الفرن. هحشي كمان من ناحية الزور كده، بيبقى فيه فراغ من هنا. خلاص كده اتملت على الاخر. هجيب بقى معايا بولة فاضية. هحط فيها معلقة صلصة، اهي صلصة معلبة، صلصة طماطم معلبة يعني، وعليها معلقة زيت وشوية ملح وفلفل اسمر. واقلبهم بقى كويس عشان ادهن بيها البطة. لو عندك برضو دبس رمان ممكن تضيفيه مع الصلصة، بيدي طعم حلو مع المشاوي. لو عندك، لو مش عندك خلاص مش متوفر، مش لازم. هدهنها بقى كلها كده زي ما انت شايفة. مش لازم تدهن من تحت، لان هي بتبقى من تحت طبعا بتتحمر يعني، بتاخد لون من تحت، فكفاية تدهنيها من فوق كده. هدهنها بقى كلها كده زي ما انتم شايفين كده بالصلصة في كل مكان. اخدها بقى على الفرن على طول. هبدأ بقى اعمل الرقاق. انا جايبة كيلو رقاق، هعمل صينية كبيرة. بصوا كده، هو كان فيه شوية متكسرين من على الوش، فانا حطيتهم في النص، وهخلي ال الرقات السليمة كده في الاول. هحط السليم كده في اول الصينية، والمكسر كله هحطه في النص، كده كده مش هيبان. لكن اهم حاجة تخلي السليم في اول الصينية وفي اخر الصينية. لو عندك اي حاجة مكسرة هنحطها في النص، مش هتبان مع الصينية. هتشوفي معايا كده هنعملها ازاي. هدهن بقى الصينية كده معلقة سمنة زي ما انتوا شايفين اهو.
هجيب بقى الشوربة بتاعتي طبعا سخنة. هبدأ بقى ابل الرقاق كده بالشوربة وارص في الصينية، وبعدين هدهنه سمنة بالشكل ده كده. انا استغليت بقى شوربة البط في صينية الرقاق دي، بتطلع خطيرة جدا بالشوربة بتاعة البط. يا ريت تجربوها. انا هجيب الماسك احسن لي. معرفتش اعمل بالكبشة، صعبة شوية كده، اسهل بالماسك. هحط على طول كده زي ما انتم شايفين. اللي متكسر بقى هتحطيه في النص كده، اي حاجة زي ما انت شايفة كده اهو. هبدأ بقى ارص كده وادهن سمنة، وارص وادهن سمنة لغاية ما اخلص نص الكمية بتاعتي. الصينية دي كبيرة يا جماعة، بتاخد كمية كبيرة، يعني هتاخد معايا كيلو رقاق. بس انا عملت حوالي كيلو الا ربع كده، اتبقى شوية يعني متكسرين، مرضتش بقى اكملها، فهي خدت مني حوالي كيلو الا ربع. بين كل طبقة والتانية هدهن بقى سمنة. السمنة لازم تكون سايحة عشان تريحك في الدهن كده، متكونش يعني مطلعة من التلاجة او تكون متماسكة. سيحيها على النار كده عشان تبقى سهلة معاكي، وتدهني بيها بالفرشة. دلوقتي انا بحط بقى الحشو في النص. طبعا دي لحمة معصجة، انا كنت عاملة طريقتها قبل كده في فيديو بتاع البوريك التركي. هسيب لكم برضو الرابط بتاعه في الوصف، لو عايزين ترجعوا له تشوفوا طريقة اللحمة المعصجة اهي. انا عشان خاطر الفيديو ما يطولش معايا اكتر من كده فعملتها لوحدي كده. هبدأ بقى احط بقية الورق كده زي ما انتم شايفين. نفس الطريقة زي ما رصيت كده في الطبقات الأولانية، هرص كده بنفس الطريقة. ولو الشوربة بردت معاكي لازم تسخنيها تاني، حطيها على النار تاني، سخنيها شوية وبعدين تجيبيها اهو زي ما شايفين كده. هي بردت معايا، سخنتها ورجعت كملت تاني بنفس الطريقة. هعمل بقى كده لغاية ما اخلص الكمية كلها. بصوا المكسر كله بحطه اهو في النص، وبعدين الطبقات السليمة بقى هحطها على الوش عشان لما تيجي تقطعي تقطع معاكي تبقى متساوية، والخرط تبقى كلها قد بعضها. ايه خلاص كده، دي اخر طبقة. هحط بقى عليها بقية السمنة بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى اقطعها. بصوا هقسمها الاول نصين، وبعدين كل نص هقسمه نصين زي ما انتم شايفين كده، عشان اطلع الخرطة بتاعتي كلها متساوية قد بعضها.
خلاص هرجع بقى اقسمها تاني. هرجع بقى اقسمها تاني. كل خرطة من دي اقسمها نصين كده. بصوا هي عملت معايا كده 16 قطعة، وكل قطعة قد التانية متساوية، والقطعة كبيرة يعني مش صغيرة. اهو زي ما انتم شايفينها كده اهو. اخدها بقى على الفرن. انا مولعه الفرن على درجه حراره 180. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن اهي. حطيتها طبعا على الشبكه في نص الفرن. وطبعا مرضتش بقى انهي الفيديو من قبل ما تشوفوا البطه وهي جواها ورق العنب، وفتحناها اهو. بصوا ورق العنب فيها طبعا كمل سواه، والبطه اتحمرت اهي زي ما انتم شايفين، زي ما شفتوها في اول الفيديو، وريتها لكم في اول الفيديو وهي سليمه. عايزه اقول لكم بقى ان ورق العنب ده طعمه خرافه، فرق كبير بين الطريقتين. وعايزه اقول لكم ان البطه دي كفت 8 افراد. ودلوقتي بقى هنروح نتفرج على اجمل مكان في اسكندريه، يا رب يعجبكم ان شاء الله. وهناخد معانا صينيه المكرونه اللي احنا عملناها في اول الفيديو وهنقطعها هناك. عشان ده هيبقى غدانا في الرحله اللي احنا رايحينها ان شاء الله. ورب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، وما تنسونيش من صالح دعواتكم حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.